بتبدأ الحكاية في مدينة أوز السحرية مع إعلان موت ساحرة الغرب الخضراء الشريرة، وبنشوف إن القرود طايرة وبينتشر الخبر في المدينة كلها، والأطفال كلهم بيفرحوا وبيحتفلوا بموت الشريرة، وبتدق الأجراس وأهل المدينة كلهم بيغنوا وبيرقصوا. وفجأة بتظهر فقاعة في السماء، وبتظهر الساحرة الطيبة جليندا اللي بتيجي تحتفل مع الناس بموت الساحرة الشريرة. وبنشوف إن جليندا محبوبة بين الناس، وبتقول لهم إن أخيرا الشر انتهى من مدينة أوز. ووقتها طفلة بتسألها هل الساحرة الشريرة اتولدت شريرة؟ فبتحكي لها جليندا قصة ميلاد الساحرة الشريرة، وبنعرف إن الساحرة تبقى بنت حاكم المدينة ثروبي. وفي يوم ثروبي ودع مراته وراح لاجتماع خارج المدينة، ووقتها مراته استغلت الفرصة وجابت حبيبها للبيت اللي اداها أكسير أخضر وشربت منه. وبعد فترة مرات الحاكم تعبت وولدت بنت، ووقتها ثروبي وكل اللي موجودين اتصدموا، وده لأن البنت اتولدت ببشرة لونها أخضر. ومش بس كده، دي كانت لما بتعيط بتحرك الحاجات، وعلشان كده أبوها اعتبرها وحش واداها للدبدة دولسي اللي بتتولى تربيتها وبتسميها ألفا. وبعد فترة بتتولد نيسا أخت ألفا، واللي بتكون طفلة لون بشرتها طبيعي، وعشان كده الأب بيفضلها عن ألفا. بس للأسف نيسا بتبقى طفلة قعيدة، وعلى الرغم من كده ألفا بتحب أختها جدا وبتهتم بيها، وبتفضل تحكي لها حكايات عن الساحر العظيم أوز اللي عايش في مدينة الزمرد. ووقتها بيجوا الأطفال وبيتنمروا على ألفا، فبتتعصب، وبنشوف إنها لما بتتعصب بتحرك الحجارة من على الأرض، فبتترعب نيسا وبتفضل تعيط. وساعتها باباهم بيجي يزعق لألفا لأنه بيعتقد إنها زعقت لأختها، فبتزعل ألفا لأن باباها مش بيحبها. وهنا جليندا بتقول إن طفولة الساحرة الخضراء ما كانتش سهلة، وده السبب اللي خلاها شريرة. وبعدها بتيجي بنت وبتسأل جليندا هل كانت هي والساحرة أصحاب؟ فبتقول لها جليندا أيوة، وبتفتكر أول مرة اتقابلت فيها هي وألفا. وبنرجع للماضي علشان نعرف حكايتهم، وتحديدا في أول يوم دراسي في مدرسة السحر، وبنشوف جليندا واللي بتبقى أشيك بنت في المدرسة وهي جاية ومعاها شنط وحاجات كتير، وبنعرف إنها من عيلة غنية جدا، وعشان كده كل الشباب بيعجبوا بيها، وخصوصا بوك اللي بيجي وبيتعرف عليها. وبعد شوية بتوصل ألفا، وبمجرد ما جليندا بتشوفها بتتخض، فبتستغرب ألفا وبتقول لها في إيه؟ هو شعري مش مظبوط؟ فبتقول لها جليندا شعرك إيه بس؟ انتي خضرة. فبتبص ألفا لنفسها وبتقول لها ما أنا عارفة. وبتقول لهم قبل ما تتنمروا عليا وتسمعوني الكلام البايخ اللي طول عمري بسمعه، أنا مش عيانة ولا كنت باكل برسيم وأنا صغيرة، أنا اتولدت خضرة كده، فمش عايزة أسمع منكم أي حد يتكلم. وهنا جليندا بتقول لها أنا هتعلم السحر وهساعدك وهغير لك لونك. فبيعجبوا باقي الطلاب بطيبة قلب جليندا، وبيكون واضح إن جليندا بتعمل كده علشان تلفت النظر ليها وعلشان تخلي كل الناس تقول عليها طيبة. لكن ألفا بتحرجها وبتقول لها ما توعديش بحاجة انت ما تقدريش تعمليها، وده لأن جليندا ما تعرفش حاجة لسه عن السحر. وفي الوقت ده بيجي باباها وبيزعق لها وبيطلب منها تهتم بأختها نيسا، وبنعرف إن باباها قرر يعلم نيسا في مدرسة السحر، وبيديها حذاء مامتها المرصع بالألماس هدية، وبيقول لها تبهر الكل بجمالها. وبعدها بيطلب من ألفا إنها تفضل معاها علشان تاخد بالها منها. وبعد شوية بتيجي الساحرة الكبيرة ماربل مديرة المدرسة وبتتعرف على الطلاب، ووقتها جليندا بتروح لها وبتقول لها إنها من عيلة غنية وبتطلب منها تهتم بيها زيادة. لكن ماربل مش بتهتم بكلامها أصلا، وبتقول لها أنت زيك زي باقي الطلاب. وبعدها بيتوزعوا الطلاب على أوضهم، وبتيجي مدرسة وبتتعرف على نيسا وبتقول لها انتي بقى بنت الحاكم، وبتفضل تقول لها انتي جميلة. ولما بتشوف ألفا بتقول يا ساتر يا رب انتي مين؟ فبتضحك ألفا وبتقول لها أنا البنت الخضراء أختها. فبتصمم المدرسة إنها تاخد نيسا لأوضتها، وألفا بتحاول توقفها لأنها وعدت أبوها إنها تهتم بأختها، لكن المدرسة مش بتسمع كلامها. فبتتعصب ألفا وبتطير كل حاجة في الهوا
بما فيهم أختها اللي بتتحرج من تصرفاتها. وفي الوقت ده ماربل بتشوف اللي حصل وبتعرف إن ألفا ساحرة قوية، وعشان كده بتنزل وبتقول لباقي الطلاب إن هي اللي عملت السحر ده. وبعدها بتتكلم مع ألفا وبتقنعها إنها تنضم لمدرسة السحر، وبتقول لها إنها هتعلمها إزاي تتحكم في قواها. لكن ألفا بتقول لها إن باباها مش هيوافق، بس ماربل بتقول لها أنا هتصرف. وبتسأل الطلاب مين يحب يشارك ألفا في أوضته، وهنا جليندا بترفع إيدها وبتقول أنا. بعدها ألفا بتفرح جدا لأنها هتتعلم السحر وهيبقى عندها فرصة تقابل الساحر العظيم أوز. ولما بتدخل أوضتها بتلاقي جليندا احتلت الأوضة كلها، وبتقول لها معلش بقى أصل هدومي كتيرة، أنا سايبالك الركن اللي هناك ده اقعدي فيه. فبتبص لها ألفا وبتسكت. فبتقول لها جليندا عايزاكي تقولي كلام حلو عني الماربل، بس برضو ألفا مش بتهتم بكلامها. فبتقول لها جليندا أنا عارفة إنك انت اللي حركتي الحاجات، وبتسألها عملت كده إزاي، لكن ألفا بتنكر إنها عملت حاجة. بس جليندا بتفضل تلح عليها لحد ما ألفا بتتعصب وبتكسر الإزاز. فبتتصدم جليندا من قدراتها، وبعدين بتكتب جليندا جواب لأهلها، وألفا هي كمان بتكتب جواب لباباها وبتشكره لأنه سمح لها تدرس، وبتوعده إنها هتاخد بالها من نيسا. وتاني يوم بتنقل كل حاجات جليندا وبتقسم الأوضة بينهم بالنص. وفي الفصل بنشوف إن اللي بيدرس لهم التاريخ هو معزة، وبيكون اسمه ديلاموند، وبيتعرف على الطلاب وبينطق اسم جليندا غلط. فبتتعصب وبتقول له لا مش عشان انت معزة يعني تنطق اسمي غلط، أنا اسمي جليندا. وهنا ديلاموند بيقول للطلاب إن الحيوانات زمان في مدينة أوز كانوا هم اللي بيعلموا البشر. هو بيقول لهم إن دلوقتي الوضع اتغير وإن البشر ما بقوش يحبوا إن الحيوانات تعلمهم. وبعدها بيلاقي عبارة مكتوبة على السبورة بتقول إن الحيوانات المفروض تتشاف لكن ما تتسمعش، بمعنى تاني إن الحيوانات مكانهم الأقفاص مش المدارس. فبيتضايق ديلاموند من الكلام ده وبيكسر الفازة اللي قدامه وبينهي المحاضرة. بس بيصعب على ألفا وبتروح تواسيه وبتلم معاه الورد وبتقوله إنه طول حياتها بتتعرض للتنمر وإن ما عندهاش أصحاب. فبيقول لها ديلاموند إنه من النهاردة هيكون صديقها. بعدها بتروح ألفا تتدرب مع ماربل علشان تتحكم في قوتها، وماربل بتقول لها ركزي طاقتك على العملة وحاولي تحركيها من مكانها. لكن ألفا مش بتعرف تتحكم في قوتها، فبتقرر ماربل إنها تستفزها وبتفكرها باللي حصل لديلاموند. فبتتعصب ألفا وبتقول إن اللي حصل ما ينفعش، وبتطلب من ماربل تعاقب اللي عمل كده. وساعتها بنشوف إن ألفا بتحرك كل حاجة في الأوضة وبتكسر الإزاز. فبتدرك ساعتها ماربل إن ألفا عندها قوة كبيرة خصوصا لما بتتعصب، وبتطلب منها تتحكم في غضبها. وبالليل بتقرر ألفا إنها تروح بيت ديلاموند علشان تطمن عليه. ووقتها بتسمع وهو بيتكلم مع باقي الحيوانات وبيقول لهم إن في حادثة حصلت، وكالعادة لاموا الحيوانات عليها إنهم أجبروا البقرة إنها تسيب شغلها، وده بعد ما اعترضت على الظلم اللي بتتعرض له الحيوانات. ومش بس كده، ده لما راح يقابلها لقاها اختفت. ومش بس كده، دي البومة هي كمان اختفت واضطر اتحرم من التدريس، وعلشان كده زعل وفقد النطق وقال إن معظم الحيوانات بقت تتعرض للظلم وبسبب كده بتفقد النطق ومش بتبقى قادرة تتكلم. وفي الوقت ده ألفا بتشوف رؤية لديلاموند وهو محبوس في القفص، وعشان كده بتدخل تكلمه وبتقوله احنا مش لازم نسكت على الظلم ده، وإنهم لازم يروحوا للساحر أوز ويحكوا له عن اللي بيحصل. لكن ديلاموند بيقول لها إن الموضوع خطير وبيطلب منها ما تتدخلش، وبترجع تاني على أوضتها. وفي الطريق بيخبطها شاب راكب حصان، فبتتعصب ألفا عليه. وأول ما الشاب بيشوفها بيستغرب إزاي بنت ماشية لوحدها في الغابة الضلمة دي، ومش بيستغرب خالص من لون بشرتها. فبتقول له ألفا احترم نفسك وما تفكرش تتنمر عليا. فبيقول لها الشاب إنه ما كانش ناوي يتنمر عليها أصلا، هو بيعرض عليها إنه يوصلها. فبترفض ألفا، فبيستغرب لأن دي أول مرة بنت ترفضه. وبنعرف إن اسمه الأمير فييرو، وإنه جاي يدرس في مدرسة السحر بعد ما اترفد من 5 مدارس قبل كده. وتاني يوم بينتشر الخبر وجليندا بتعرف ان الامير جاي، فبتتزوق علشان تلفت نظره. وبالفعل اول ما فييرو بيشوفها بيتسحر بجمالها وبيفضل يتكلم معاها، وبتاخده في جولة وبتفرجوا المدرسة. وبمجرد ما الامير المشاغب ده بيدخل المكتبة بيفضل يغني ويرقص وبيحرض الطلاب انهم ما يذاكروش. هو بيلاحظ ان ألفا مش مهتمة بيه ومش مركزة معاه اصلا، وبيعزم كل الطلاب على حفلة في قاعة الرقص. ووقتها بوك بيستغل الفرصة
وبيطلب من جليندا إنها تبقى شريكته في الرقص، لكن جليندا بترفض وبتشاور على نيسا وبتقوله شايف البنت الغلبانة دي، أنا هبقى مبسوطة لو عزمتها هي على الرقص. هو طبعا جليندا مش بتعمل كده علشان هي طيبة، لا ده علشان عينيها على الأمير فييرو. فبيسمع كلامها بوك وبيطلب من نيسا إنها تيجي معاها الحفلة، وبيقولها إن جليندا هي اللي طلبت منه كده. فبتفرح نيسا وبتروح تقول لألفا إن جليندا طيبة جدا وإن بسببها بوك عزمها على الحفلة. فبتقول لها ألفا إن جليندا سوسة واستغلالية مش طيبة زي ما انت فاكرة. فبتقول لها نيسا بطلي غيرة وحقد بقى، وبترفض تصدق أي حاجة وحشة عن جليندا. وبعدها جليندا بتستعد للحفلة وبتلبس فستان شيك جدا، ولما ألفا بتيجي بتعزمها جليندا على الحفلة وبتطلع لها طاقية شكلها غريب وبتقول لها تلبسها. وبعدين الطلاب كلهم بيروحوا لقاعة الرقص وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا، وأول ما فييرو بيشوف جليندا بيديها وردة وبيرقص معاها وبيكون واضح إنه معجب بيها. ووقتها بوك بيشوف اللي بيحصل وبيتأكد من إن جليندا مستحيل تبصله، وعشان كده بيروح يرقص مع نيسا. وبعد شوية بتيجي ماربل وبتدي لجليندا عصاية سحرية وبتقول لها إنها هتنضم لألفا في تدريبها. فبتفرح جليندا جدا وبتشكر ماربل. فبتقول لها ماربل اشكري ألفا لأن هي اللي طلبت مني إني أضمك للتدريب. وبيبقى واضح إن ماربل عملت كده علشان خاطر ألفا ولأنها مهتمة بسحرها وعايزة تطوره، إنما جليندا فما بتكونش طايقاها أصلا. وفي الوقت ده بتوصل ألفا الحفلة وبتبقى لابسة الطاقية الغريبة بتاعت جليندا وفستان اسود، واول ما الطلاب بيشوفوها بيضحكوا عليها وبيتريقوا على اللبس الغريب اللي هي لابساه، لكن ألفا مش بتهتم بكلامهم وبترقص بشكل غريب جدا. ووقتها نيسا بتحس بالاحراج بسبب تصرفات اختها. اما بقى جليندا فألفا بتصعب عليها جدا وبتقرر تشاركها الرقص. فبيستغربوا الطلاب جدا من تصرفات جليندا، ده حتى ألفا نفسها بتعتقد ان جليندا بتتنمر عليها وعشان كده بتعيط، لكن جليندا بتقرب منها وبتمسح دموعها وبتحضنها، ومن هنا بتبدأ صداقتهم. ولما بيرجعوا أوضتهم جليندا بتقول لها تعالي نلعب لعبة الصراحة وكل واحدة تقول للتانية عن سر محدش يعرفه. فبتقول جليندا لألفا إنها بتحب فييرو وعايزة تتجوزه، أما ألفا فبتقول إن أبوها بيتهمها إنها السبب في إن أختها نيسا تبقى قعيدة. فبتستغرب جليندا وبتسألها إزاي. فبتقول لها ألفا إن مامتهم وهي حامل في نيسا أبوها كان بيجبرها تاكل زهرة الحليب، وده علشان البنت ما تتولدش لونها أخضر زي ألفا، وده السبب اللي مخلي ألفا حاسة بالذنب ناحية أختها. لكن جليندا بتقول لها إن اللي حصل ده مش بسببها وبتخفف عنها. بعدها جليندا بتسألها عن الإزازة الخضراء اللي تحت مخدتها، فبتقول لها إنها ورثتها من مامتها. وبتقرر جليندا إنها تعلم ألفا إزاي تبقى بنت حلوة وإزاي تتعامل مع الناس وتخلي الناس يحبوها. وبتحاول تستخدم العصاية السحرية علشان تخلي لبسها شكله أحلى، بس مش بتعرف فبتديها وردة. وبعدين فييرو بيشوف ألفا وهي بتقلد جليندا وبتحرك شعرها كده يمين وشمال وبيبقى شكلها مضحك أساسا، وبيقول لها إنها جميلة ومختلفة ومش محتاجة تقلد حد. وفي حصة التاريخ بيدخل ديلاموند وبيقول لهم إن مفيش قدامه وقت طويل، وده لأن البشر خلاص ما بقوش يسمحوا للحيوانات إنها تدرس في المدارس وإنهم بيحبسوهم وبيحطوهم في قفاص. وقبل ما يكمل كلامه بيدخلوا الحراس وبيقبضوا عليه، ولما ألفا بتحاول تتدخل المدرسة بتمنعها. وبعدين بيجيبوا لهم مدرس تاريخ جديد وبيدخل الحصة وهو حابس شبل صغير في قفص، وبيقول للطلاب إن الحيوانات مكانها الطبيعي في الأقفاص وإنهم بيبقوا مرتاحين وفرحانين وهم جوه القفص. لكن ألفا بتعترض على كلامه وبتقوله إن الشبل الصغير بيترعش من الخوف، وبتفتكر كلام ديلاموند لما قال إن الحيوانات لما بتتحبس بتفقد قدرتها على الكلام. فبتقول لزمايلها إنهم مش لازم يسكتوا على اللي بيحصل، بس محدش فيهم بيهتم، وعشان كده بتعمل سحر وبتطير الورد في الهواء وبتخليهم كلهم يناموا ما عدا هي وفييرو اللي بياخد الشبل من القفص وبيقول لها إنهم هيحرروه في الغابة. وفي نفس الوقت بتدخل ماربل الفصل وبتتفاجئ لما بتلاقي الطلاب كلهم نايمين، لكنها بتفهم ان ألفا هي اللي عملت كده وبتدرك قد ايه هي قوية، وعشان كده بتبعت رسالة للساحر أوز وبتقوله انهم خلاص لقوا الساحرة المختارة اللي هتقدر تقرا وتترجم كتاب الجريماري. وفي الأثناء دي ألفا وفييرو بيكونوا وصلوا الغابة وبيحرروا الشبل، ووقتها فييرو بيسألها اشمعنى هو اللي ما تأثرش بالتعويذة بتاعتها. فبتقول
بتقوله ألفا إنها ما تعرفش السبب، وبتلاحظ إنه متعور فبتحط إيديها على الجرح. وفي اللحظة دي بتحس ألفا بمشاعر ناحيته، لكنها بتفوق من أحلامها وبتقول إن فييرو مستحيل يوصلها. وتاني يوم بيجيلها دعوة من الساحر أوز، وبيطلب منها تيجي تقابله في مدينة الزمرد. فبتفرح جدا لأنها أخيرا حققت حلمها، وبتبقى جليندا هي كمان فرحانة لفرحتها. وبعد شوية بيوصل القطر الأخضر اللي هياخد ألفا ويوصلها لمدينة الزمرد، وبيجي الأمير فييرو وبيودعها وبيقول لها إنه مش ناسي اللي حصل بينهم في الغابة، وإن اللي حسه وقتها كان حقيقي. وساعتها جليندا بتحس إن في حاجة بينهم وبتتضايق لأنها بتحب فييرو، وعشان كده ألفا بتحس بالذنب وبتعرض عليها إنها تركب معاها القطر ويروحوا لمدينة الزمرد ويقابلوا أوز. وبالفعل بيركبوا القطر هما الاتنين وبيروحوا مدينة الزمرد، وبينبهروا لما بيلاقوا المباني كلها لونها أخضر، وحتى الناس كلهم بيبقوا لابسين أخضر. ولما بيوصلوا القصر أوز بيطلعوا الدعوة للحارس وبيقول لهم إن الساحر مستنيهم. وأول ما بيدخلوا القصر بيظهر لهم أوز بصورة مرعبة وبيسألهم انتوا مين، فبيترعبوا ومش بيعرفوا يتكلموا. بس جليندا بتقول لها انطقي قوليله انت مين بدل ما يموتنا. فبتقول له ألفا أنا الساحرة اللي بعتلها رسالة وطلبت تشوفها. وأول ما بيتأكد من هويتهم بيخرج وبيكلمهم، وبنشوف إنه شخص عادي وبيستغرب من لون بشرة ألفا، لكنه بيعجب بيها وبيفضل يهزر معاها. أما جليندا فبتعرفه بنفسها لكنه مش بيهتم أصلا، وبيوري لهم مدينة أوز المستقبلية وبيديها لعبة معمولة على شكلها، وبيقول لها إنها في يوم من الأيام هتبقى أقوى ساحرة على الأرض. وبعد شوية بتوصل ماربل وبتقول لألفا إنها جت علشان تشوفها وهي بتحقق حلمها، وبتستغرب جدا من وجود جليندا وبتقول لها هو أنت إيه اللي جابك هنا. وبعدين بنشوف القرد وهو بيشيل الغطا من على كتاب الجريماري، ووقتها ماربل بتقول لألفا إن ده أقوى كتاب تعاويذ، وإن الساحرات القدام حطوا كل سحرهم فيه، وإن مفيش ساحر لحد دلوقتي قدر يفك تعويذ الكتاب ده. والمفاجأة إن ألفا بتقدر تقرأ الكتاب بكل سهولة، وفي الوقت ده بيختار أوز تعويذة معينة من الكتاب وبيخلي ألفا تقراها. وفجأة القرد بيفضل يصرخ وبنشوف إنه بيطلع له أجنحة، وبنعرف إن التعويذة اللي ألفا قالتها طلعت للقرد أجنحة. ولما ألفا بتشوف إن القرد بيتألم بتسأل ماربل عن طريقة توقف بيها التعويذة أو تعكسها، لكن ماربل بتقول لها إن مفيش حاجة هتوقف التعويذة. وبنعرف إن هي وأوز بيخططوا علشان يحبسوا الحيوانات. ومش بس كده، دي ألفا بتعرف كمان إن أوز ناوي يخلي القرود تشتغل جواسيس ويراقبوا حركة كل الحيوانات ويبلغوا عن أماكنهم علشان يحبسوهم في قفاص. فبتتصدم ألفا وبتتصدم أكتر لما بتلاقي إن كل القرود طلع لهم أجنحة، وبتترجى ماربل علشان تساعدها ويرجعوا لطبيعتهم تاني، لكنها مش بتوافق. فبيقول أوز لألفا إنها لو سمعت كلامه هيخليها أقوى ساحرة وممكن تحكم المدينة من بعده، لكن ألفا مش بتوافق إنها تأذي الحيوانات وبتاخد كتاب التعاويذ وبتهرب. وساعتها ماربل بتقول لجليندا لو قدرتي تقنعيها هيكون لك شأن عظيم وهخليكي ساحرة قوية. وعشان كده جليندا بتجري ورا ألفا وبتقولها تسمع كلام أوز، بس ألفا بترفض. وفي الوقت ده ماربل كانت بتحرض القرود وبتقول لهم إن الساحرة الخضراء الشريرة هي اللي حولتهم كده، وبتطلب منهم يقبضوا عليها. وبتفضل القرود تهاجم ألفا وجليندا لحد ما بيستخبوا في مكان، وساعتها ألفا بتقول تعويذة وبتخلي المقشة تطير، وبتتفق هي وجليندا إنهم هيهربوا سوا. لكن وقتها الحراس بيدخلوا وبيمسكوا جليندا، أما ألفا فبتتخانق مع الحراس وبتقدر تهرب. وبنشوف إن جليندا وماربل بيتفقوا يشوهوا صورة ألفا ويقولوا إنها الساحرة الشريرة، لكن فييرو مش بيصدق وبيخرج للغابة بحصانه. وبتفضل ألفا تطير بعصايتها السحرية وبتقول إن مفيش ولا ساحر هيقدر عليها. والمشهد اللي شفناه في بداية الفيلم بيكون مقدمة للي هيحصل في الجزء التاني. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.